في بر مصر في الشرقية، مركز الحسينية، الساعة 9:20 الصبح، يوم الأربعاء 8 إبريل سنة 1970. كان في قرية بحر البقر حصل عمل قذر لا يقوم به إلا ولاد الوسخة من كيان الأوساخ في فلسطين. 5 طيارات عملوا هجوم على مدرسة ابتدائي، عملية ما كانتش يلزمها غير طيارة واحدة أو 2، بس كانوا 5، لأن القطرة دي من نوع القتال اللي من وراء جدر، فاهمين طبعا. العيال في الفصول وأبلسة البشر بيرموا 5 صواريخ وقنبلتين. اختيار الهدف ده تخصص وفن عند ولاد الوسخة، عايزينك تمشي في مسار وتحقق خطتهم عشان توقف حرب الاستنزاف، لكن انك تعاند وترفض يضربوا هدف يوجعك، وعشان يبرروا الضربة تيجي مهارتهم التانية، الكذب. إما مش إحنا اللي ضربنا، أو الهدف عسكري مش مدني. المهم 30 من عيال مصر توفاهم الله، 50 من العيال و11 من العاملين بالمدرسة أصيبوا. كل دول وغيرهم كمان راحوا بعمليات أبلسة في حتت تانية من مصر، في القناة والدلتا والصعيد. كل دول لسه الانتقام ليهم جاي، كله مكتوب في كتاب الطار. صلاح جاهين وقتها عمل قصيدة اتكلم فيها عن ضمير العالم. الحقيقة سذاجة مع عجز وقلة حيلة، عن أي ضمير عالمي تتكلم؟ البشرية من وقت آدم وحتى تقوم الساعة ليس هناك ما يسمى ضمير العالم، حتى مع بعض لقطات ومواقف تعاطف هنا أو هناك، ولكنها مع كل التقدير لها هي لا تنفع ضعيف، أو تجبر مصاب، أو توقف معتدي. العالم ما يعرفش إلا قوتي وسلاحي بإيدي، يعرف إني مش هغفر أو أسامح عدوي، يعرف إن اللي يمس بلادي هيشوف جحيم هو إلى الآن مؤقت، إلى أن يلقى جحيم شامل جاي بإذن الله يكنس كيانهم من على وش الأرض، والرماد أو الكناسة هتترمي في البحر. مقولة كانت زمان فارغة، لكن في يوم هتكون بجد، وجد الجد. نعد ونجهز من كل ما نستطيع، من كل قوة، نخطط ونتوكل على الله، ننفذ، والله المستعان.